نتجول في تكسي الدعوة ونطوف البلدان نبسط أجنحة للتقوى ونغذي الوجدان. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ ربنا يكرمك. ربنا يخليك. وليد علي ان شاء الله. ازيك يا استاذ وليد؟ ربنا يخلي حضرتك. استاذ وليد شرفتنا في تاكسي الدعوه. ربنا يكرمك. ربنا يعزك. تسمح لي ان انا اتطفل عليك بس واحنا راكبين في التاكسي لحد ما توصل اتناقش معاك في موضوع انت تشرفني من الموضوعات الدينيه المهمه يعني. اتفضل. ايه رايك نتكلم عن الظلم؟ الظلم؟ انت مش شايف ان الظلم كتر اليومين دول؟ حقيقة. ايه رأيك في الظلم والاجواء اللي احنا عايشين فيها وبعد الثورة اللي احنا عشناها وربنا سبحانه وتعالى بعد ما عمل في الظالمين اللي احنا شايفينه؟ ايه رأيك بقى في اللي احنا شايفينه دلوقتي حوالينا؟ هل كنا عايشين فعلا في ظلم؟ والله هو عامة ربنا سبحانه وتعالى بيفعل ما يريد، ويعني دي حكمة ربنا، اللي حصل ده حكمة ربنا يعني، مش حاجة ولا مش بيد بشر يعني. مش فعلا كانوا فعلا في ظلم واقع، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أكيد إن يعني الله يعني يمهل ولا يهمل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلت. بالظبط. ولا بد أن نعلم أن أخذ الله أخذ عزيز مقتدر. يعني بالظبط. اللي بيظلم يعرف ان جزاؤه جاي وعاقبته قربت جدا، يعني ما عادش ان هو يتمادى في الظلم، المفروض ان هو يرجع عن ظلمه. في ناس كانت فاكره ان ربنا سبحانه وتعالى يعني سايب الناس تظلم بعضها ويأذن للظلم ان هو يكون موجود بين العباد. ربنا بيرد عليهم في سورة إبراهيم، في آخر سورة إبراهيم بآية يعني غاية في الإعجاز: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى آخر الآيات. معنى كده أن ربنا بيمهل ولا يهمل. مش كده برضو؟ بالظبط. طيب أنت شايف إيه ألوان الظلم اللي احنا بنشوفها دلوقتي في المجتمع؟ يعني مين اللي نقدر نقول عليه أنت على فكرة أنت ظلمت؟ مين؟ يعني مثلا لما نقول ممكن الأب يظلم أولاده؟ ممكن. ازاي؟ لو يعني مثلا لو اولا العدل بيناتهم في كل شيء، يعني الله ينور عليك، ما بيعدلش ما بينهم فيبقى ظلمهم. بالظبط. كويس. بالظبط، يعني لو ما عدلش ما بينهم. وايه تاني؟ حتى لو في المحبه، يعني لو ما عدلش ما بينهم في المحبه برضه يبقى ظلم للاخرين. جميل، حتى في المحبه. بالظبط. طب والميراث برضه يعني لازم ان كده برضه لازم في بالزبط. اباء ما بيدوش البنات مثلا الميراث، ده ظلم. ظلم طبعا، وربنا سبحانه وتعالى طيب. يعني ادى للمرأة حقها في القرآن. مش كده برضه؟ بالظبط. طيب ايه رأيك في اللي بيظلم جاره في الارض مثلا؟ احنا برضه مجتمع نقول ان احنا عندنا شريحة كبيرة جدا من الفلاحين. في ناس بتظلم بعضها او بتظلم جيرانها في الارض. مش كده برضه؟ وبياخد حق مش حقه. حاجة مش حقه. بالظبط. ده الكلام ده ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ظلم قيد شبر طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة. مش كده برضه؟ ده لو شبر واحد بس. طيب ايه تاني من اشكال الظلم اللي انت شايفها مثلا في المجتمع؟ والله هو الظلم يعني انواعه كتير واشكاله كتير. ممكن واحد مثلا يظلم زوجته يعني يضغى عليها، يقسى عليها، ده يبقى ظلم برضه. جميل. يديها حاجة يعني ياخد منها حاجة مش من حقه، ده يبقى ظلم برضه. مش ربنا حرم الظلم على نفسه طبعا سبحانه وتعالى؟ قال ايه بقى؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا. يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه
فبيأمرنا احنا كمان ان احنا ما نظلمش بالظبط. والله يعني عاقبة الظلم عاقبة وخيمة جدا. الظلم ظلمات يوم القيامة، صح؟ بالظبط. طيب مش ربنا سبحانه وتعالى قال في آية تانية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بالظبط. يعني معنى كده إن ممكن ربنا يخرب قرى كاملة بسبب الظلم. بالظبط. ولو أهل القرى دولت آمنوا واتقوا لو ربنا كان هيفتح لهم باب خيرات ويفتح لهم السماوات بالخير والبركة. لكن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم إيه؟ يظلمون. طيب أستاذ وليد أنت بتشتغل إيه؟ أنا شغال عندي مغسلة. عندك مغسلة ما شاء الله. طيب عندك عمال أكيد شغالين. في ما ظلمتش حد فيهم قبل كده؟ والله هو في الشغل يعني ينبغي بعض حاجات بس بيبقى واجب عليا برضو ان انا ارد يعني المظالم. مثلا قسيت على واحد منهم فبضطر ان انا بعد كده يعني ايه يعني اعالج الموضوع ده في نفس اليوم مثلا بالليل كده. جميل. ولكن كله موحد عندي. ربنا يكرمك. لو كل الناس بيتعاملوا بالطريقة دي مش هيبقى فيه ظلم خالص. بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكون يعني احلى من الناس حتى في اشد حالات الغضب اللي المفروض يكون فيه. وبيكون احلى من الناس صلى الله عليه وسلم. بعت مرة سيدنا انس في مشوار، فالمهم سيدنا انس كان لسه طفل صغير فلقى الاولاد بيلعبوا فوقف يشوفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقاه اتاخر راح لقاه واقف مع الاولاد. اول ما شافه سيدنا انس قال بس ده انا هنضرب علقه مظبوطه. النبي صلى الله عليه وسلم راح وطبطب عليه وعرف ان هو اللي اخره الفضول ان لقى الاولاد بيلعبوا فطبطب عليه وما اذاهوش خالص ولا قال له حاجه خالص. بيضرب لنا اروع امثله في عدم الظلم. طبعا. الشاعر بيقول لك ايه يا استاذ وليد؟ اتفضل. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، صح؟ بالظبط. فالظلم يرجع عقباه الى الندم. تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. احنا كنا عايشين في فترة ظلم كبيرة، صح؟ والحمد لله رب العالمين. لدرجة ان كان في ناس مش لاقية تاكل. بالظبط. مش ده ظلم برضو؟ لا طبعا. وكان في ناس عندهم المليارات وناس ما عندهمش الجنيهات. بالظبط. ما عندهمش وجبة اليوم الواحد. تخيل ده، يعني لو كل واحد منهم دعا دعوة ربنا هيستجيب ولا لا؟ طبعا سبحانه وتعالى. مش ربنا استجاب لهم؟ استجاب طبعا. واصحاب الظلم اللي هم ظلموا دلوقتي فين؟ وراء القضبان دلوقتي. بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى يعني اقسم بعزته وجلاله ان ينصر دعوة المظلوم سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. ربنا سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد ايه؟ وبعد حين. لو الناس تتدبر يا أستاذ وليد ولو بعد حين دي معناها مهما طال الزمان ربنا هينصر برضه. طبعا سبحانه وتعالى. المظلوم. مش كده برضه؟ طبعا. طيب انت ما شفتش موقف حصل في حياتك او مريت بتجربة لقيت فيه مثلا حد ظلم وربنا سبحانه وتعالى اخذ بحق المظلوم ده؟ والله هو يعني بيحصل مواقف كتير. ولكن يعني اكتر المواقف واكتر العبر اللي احنا شفناها في جميل. لا غير الظلم في المعاملات والحاجات. مش في ناس بتظلم بعضها بالاهانه والشتائم والجيران مع بعضهم ممكن يظلموا بعض. ممكن يرمي الزباله بتاعته قدام باب جاره، يعلي الصوت بتاع التسجيل بالظبط. يخليه ما ينامش ولا يرتاح في بيته. مش ده كله ظلم طبعا. مش كده برضو؟ طبعا. يعني برضو في بيتين شعر كنت قريتهم وكان من اجمل ابيات الشعر اللي انا قريتهم في حياتي. واحد بيكلم التاني بيقول ايه؟ ستعلم يا ظلوم اذا التقينا غدا عند الاله من الظلوم اما والله ان الظلم شؤم وعند الله اذا اجتمع الايه؟ الخصوم. لو الظالم يعرف ان هو هيقف بين ايدين ربنا ما كانش ظلم. بالظبط. صح؟ بالظبط. طيب في حديث كده عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سأل فيه الصحابة قال لهم أتدرون من المفلس؟ عارفوا أنت الحديث ده؟ قالوا المفلس من ليس له درهم ولا دينار. الله ينور عليك. المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال لهم المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة. خد بالك بقى أتى بإيه بقى؟ أتى بصيام وصلاة وصدقة وحج
ولكنه شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم كب في نار جهنم. ده المفلس. والله يا أستاذ وليد احنا لو عرفنا قيمة الظلم ما حد هيظلم حد خالص طبعا. طب يا أستاذ وليد، يعني انت شايف دلوقتي نوع تاني من أنواع الظلم ممكن نلاحظه موجود في العصر بتاعنا ده؟ في طبعا. زي ايه كده؟ يعني مثلا زي ظلم الابن للأب، ظلم الأب لابنه. الآباء ممكن يظلموا أولادهم والأبناء ممكن يظلموا آبائهم؟ ممكن. طب ازاي يعني ممكن الابن يظلم أبوه ازاي يعني؟ يعني الابن مثلا ممكن يظلم أبوه مثلا في كون إنه مثلا يعلي صوته عليه. جميل. بعد تربيته دي كلها يبقى كده ظلم، ده ظلم الأب. الله ينور عليك. صح. كون مثلا الابن ممكن يظلم أبوه، ممكن بعد ما يربيه ويعلمه وده كله ممكن يسرق فلوسه من وراه. بيحصل. صح. ممكن يسب فيه بره. صح. يعني ممكن كمان يعني غير الكلام، ممكن في أبناء كمان يعني مش كويسة ممكن تمد ايدها على أبهاتها. بيحصل. أنا بسمع بس يعني مصيبة لو بيحصل. بيحصل إن الابن ممكن يمد ايده على أبوه. ممكن. ده خلاص يبقى القيامة خلاص بقى. ده كده يعني قمة الظلم، يعني نوع من أنواع الظلم. يعني بيستضعفه مثلا أو بيقول ده عجز وكبر وخرف والكلام ده. هو بقى يعني من لا حول ولا قوة كل الأحيان بقى إنه بيستقوى ابنه موضوع مخصوص عشان بر الوالدين. تصدق هو يعني حاجة جميلة والله. أنا إن شاء الله بوعد إن المشاهدين إن أنا أعمل حلقة عن بر الوالدين. يا ريت والله يعني جميل. حاجة كويسة جدا لبر الوالدين. طب ازاي بقى في الأيام اللي احنا فيها دي؟ طيب لو بيحصل الكلام ده ازاي توجه نصيحة للأبناء اللي بيعملوا الحاجات دي؟ تقول لهم يا أستاذ وليد؟ والله أقول لهم إن يعني ربنا سبحانه وتعالى وصى على الآباء ووصى على الأمهات. جميل. ومن كان له يعني أب أو أم عايشين على وش الدنيا يعني يحتفظ بيهم ويحاول يعني يكرمهم ويبرهم على قد ما يقدر. جميل. يعني ما يظلمهمش لأن اللي هيعمله يعني اعمل ما شئت كما تدين بالظبط كده برضه. بالظبط يعني زي ما انت هتعمل في والدك أبنائك هيعملوا كده. يعني هو ايه بتبقى، ودي بتبقى عملية ظلم برضه للأب، إنه مثلا بعد ما يتعب ويربي ويعمل يبقى في مثلا إهانة ليه. في مثلا يعني يستخير منه مثلا، يعني دي برضه عملية ظلم للأب والأم. أيوة صح. تمام. صح. فواجب على الأبناء وواجب علينا أنا أولا برضه إن الواحد برضه يعني إيه يكرم والده ووالدته، يكرم كل من له عليه واجبات. جميل. ده عامة لابتعاد الظلم عنه. إنه يبتعد الظلم عنه. جميل. يعني ربنا يكرمك أستاذ وليد، أنا شاكر ليك جدا. ربنا يكرمك. ربنا إن شاء الله بإذن الله يرفع الظلم عن العباد ويحاول إن هو يعني يهدي الظالمين ويأخذ بحق المظلومين. أنت ربنا يكرمك إن أنت اتكلمنا معاك في موضوع مهم جدا. الموضوع المفروض محتاج مننا ساعات وساعات عشان يخلص. بالظبط. واخد بالك. لكن ربنا يبارك لك ان شاء الله يكون في فرصة تانية برضو نلتقي. ربنا يخليك يا دكتور. انا برضو قربت يعني ان شاء الله انزل قدام شوية ان شاء الله. وانا متشكر جدا يعني، وان شاء الله يبقى في فرصة تانية ان شاء الله. ربنا يبارك. فرصة سعيدة. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. ما ينفعش بقى اجر انا ربنا يكرمك. لا ازاي ربنا اخذنا من وقت عمال. لا ازاي ربنا يكرمك يا دكتور. ربنا يخليك. نعم. مع السلامة. نتجول في تكسي الدعوة ونطوف البلدان نبسط أجنحة للتقوى ونغذي الوجدان